بيبدأ المسلسل مع البطلة وهي بتحكي لنا إنها بتدور على حبيب ليها، وعلشان كده اضطرت تخرج في مواعيد مدبرة. وساعتها بنلاقي واحد بيكلمها، فبتقوله إنها البنت اللي اتفقت معاه إنهم يتقابلوا، فبيعرفها إن اسمه سونج، وبتقوله البطلة إن اسمها يونج. وبتسأل البطلة نفسها إذا كان ده هيكون حب حياتها. وعلشان نفهم أكتر بنرجع لشهر في الماضي مع البطلة وهي نايمة، وبتخش والدتها تصحيها. ولما بتصحى يونج بنعرف إن والدتها شغالة في التأمين، وبتلاقي البطلة إن والدتها بترمي كل دعوات الأفراح علشان ما تجيبش هدايا ليهم، لأنها عارفة إن بنتها مش مرتبطة، وبتكون فاقدة الأمل إنها تتجوز. فبتزعل يونج وبتعرفها إنها عاوزة تتجوز، فبتفهم والدتها إنها مش قادرة لسه تلاقي حبيب ليها. بس بعد كده بتروح الجيم للمدرب بتاعها، واللي بيكون صاحب ليها في نفس الوقت. وساعتها بتلاقي البطلة مديرتها بتتصل بيها، وبتعرفها إنها لازم تروح الفندق بسرعة. ولما بتوصل بتقول لها المديرة إن في وفد من السفارة هيحضر، ومحتاجين كمية كبيرة من السمك في أسرع وقت. فبتتصدم البطلة ومش بتكون عارفة هتقدر تجيب الكمية دي إزاي. وبتروح السوق مع المساعدة بتاعتها، بس بتلاقي كمية صغيرة من النوع اللي هم عايزينه، وبتعرف إن في فندق تاني اشترى باقي السمك. فبتروح البطلة للفندق التاني، وبنعرف إن البطلة تبقى مديرة المشتريات. وبتروح لمديرة الفندق التاني وبتعرض عليها إنها تشتري السمك اللي هم خدوه، مقابل إنها تديها عنوان لمزرعة لسمك السلمون، لأنها كانت عارفة إنها بتدور عليها. فبتوافق المديرة. أما في الفندق بتجيب مساعدة البطلة السمك اللي هم اشتروه من السوق، وبيكون كمية صغيرة، ومش بيكونوا عارفين هيتصرفوا ازاي في باقي الكمية. بس ساعتها بيلاقوا البطلة جايبة كمية سمك كبيرة من الفندق التاني، فبتنبهر بيها الطباخة وبتعرف إنها شاطرة في شغلها. فبتعرفها يونج إن الفندق لو ما كانش وافق كانت هتروح تصطاد، وبيضحكوا مع بعض. وبعد ما بتديهم السمك بتقول لمساعدتها إن ريحتها بقت عاملة زي السمك، ومش عارفة تعمل إيه لأن عندها ميعاد الليلة دي. وبعد ما بتخلص شغلها بتروح تقابل واحد اسمه كانج، واللي كان معاها في الجامعة واشتغل محامي، وبعد كده اشتغل في الفريق القانوني بتاع الفندق. وبيبان إنها معجبة بيه، وبتعتذر له إنها كانت في سوق السمك. فبيمسك إيديها وبيقول لها إن ريحتها كويسة، فساعتها بتتحرج، بس بتقوله إن شكله حلو، وبتسأله عن المكان اللي كان موجود فيه. فبيعرفها إنه كان في فرح لواحد صاحبه، واللي لما عرف إنه شغال في الفندق معاها افتكر إنه راح هناك علشان هي شغالة فيه. فبتتكسف البطلة وبتعرفه إنها اتصدمت لما شافته في الفندق، وفضلت تبصله علشان تتأكد إنه هو فعلا. فبيقول لها ساعتها إنها لسه جميلة زي ما كانت زمان. فبتتكسف يونج أكتر وبتغير الموضوع. ولما بيخلصوا بيسألها إذا كانت لسه عايشة في بيتها القديم، وبيعرض عليها إنه يوصلها بعربيته. فساعتها بتفتكر البطلة إن نفس الموقف ده حصل في الماضي، لما لقت كانج جايلها بالعجلة بتاعته وبيقول لها إنه هيوصلها. بس بيبان إن في الماضي البطلة ما كانتش بتحبه. وساعتها بتلاقيه طلع ورد من شنطته وبيعرفها إنه بيحبها من أول لحظة شافها فيها، بس هي رفضته. فبيزعل منها وبيرمي الورد وبيمشي. وبنرجع للبطلة في الحاضر، اللي لما بتوصل لبيتها بيسألها كانج إذا كانت مرتبطة بحد، بس هي بتقوله إنها لسه ما قابلتش حد مناسب. وبتدخل بيتها وهي مبسوطة لأنها بتفتكر إنه لسه بيحبها وعاوز يرتبط بيها زي زمان. وتاني يوم بنلاقيها وصلت الشغل وهي لابسة كويس على غير العادة، وبتفضل تبص لكانج كل ما تقابله في الفندق. وساعتها بتقابل المدير بتاعها، واللي بيسألها إذا كانت مرتبطة بحد، لأن في شاب هو يعرفه وحاسس إنهم لاقين على بعض. بس البطلة بترفض بسرعة لأن وقتها ما كانتش بتحب فكرة المواعيد المدبرة. وبتروح بعد كده تقابل المدرب وبتقوله على مشاعرها ناحية كانج، وبتقوله إنها بقت تحب تروح شغلها، بس هو بيتريق عليها. وبعد كده بيلاقوا صاحبة المطعم بتقولهم إنهم لايقين على بعض، بس الاتنين بيعلوا صوتهم في وقت واحد وبيعرفوها إنهم صحاب بس. فبتتصدم من ردة فعلهم. وساعتها بيسألها صاحبها إذا كان كانج طلب منها تخرج معاه في موعد، بس هي بتعرفه إنه كان بيحبها بس رفضته زمان، وبتكون حاسة إنه متردد بسبب كده. وتاني يوم في الشغل بتكون البطلة في اجتماع، وبتعرف إنها هتروح لرحلة عمل في مدينة تانية. وبعد الاجتماع بتلاقي كانج بيقول لها إنه عاوز يقابلها.
فبتروح له يونغ وساعتها بيطلب منها يروح معاهم للرحلة بتاعة الشغل لأنه بيكون عاوز يسألها كام سؤال. فبتفرح البطلة وبتوافق، وبنلاقيها بعد كده وهي بتهتم بنفسها وبتخرج تقول لوالدتها إنها تحضر كل الأفراح بعد كده. فبتستغرب والدتها، بس بتخرج البطلة علشان تروح للرحلة وبيكون معاها 2 من المساعدين بتوعها وهم هيون وسوك، وبيسوق كانج، وبتفضل البطلة تبصله طول الطريق وبتكون فرحانة. ولما بيوصلوا بتقول لها هيون إنها شاكة في كانج لأنه سافر مسافة كبيرة من غير داعي وأكيد وراه حاجة، بس البطلة بتغير الموضوع. ولما بيروحوا علشان يشوفوا مزارع الشاي بتلاقي البطلة إن كانج معاه كاميرا وبيصورهم، فبتتحرج منه، وساعتها بيطلب منها إنهم يتكلموا لوحدهم بالليل، فبتوافق البطلة. وفي آخر اليوم بتروح البطلة تتمشى معاه وبتلاحظ إنه متوتر، وبيقول لها إن في حاجة شغلة تفكيره، وبيعرفها إنه مجاش معاها علشان الشغل، وبيحكي لها إنها بعد ما رفضته قرر إنه يشتغل محامي علشان الناس تفتخر بيه، وبيسألها عن رأيها في الارتباط في الشغل. فساعتها بتتحرج وبتعرفه إنه صعب بس لازم يبذل مجهود لو كان بيحب الشخص ده فعلا. فساعتها بيتشجع كانج وبيعرفها إنه بيحب سوك وعاوز يعترف لها بحبه. فساعتها بتتصدم وبتفتكر كل المواقف اللي كانت بينهم، وبتفهم إنه كان قاصد سوك كل ده، فبتتضايق من نفسها إنها كانت غبية وملاحظتش. ولما بترجع يونغ بتلاحظ هيون إنها متضايقة من حاجة، فبتقرر إنهم يلعبوا لعبة الصراحة، وبتبدأ بكانج وبتسأله عن السبب اللي جابه معاهم، وبتسأله إذا كان جاي علشان يونغ لأنها شاكة إنه بيحبها، بس كانج بيقول إن يونغ بنت كويسة بس هي مش النوع المفضل بالنسبة له. فساعتها بتتصدم يونغ وبيكمل كانج وبيقول إن في بنت تانية عجباه، وبيبص لسوك وبيقول لها على مشاعره ناحيتها، فبتتفاجئ من كلامه وبتبص ليونغ. بس ساعتها بتقوم يونغ وبتسيبهم وهي متضايقة، وبتفضل ماشية وهي متعصبة لحد ما بتوصل لمكان وبتكتشف إنها تاهت، وبتحس إن في حاجة ماشية وراها، فبتجري لحد ما بتقع وبتلاقيها الست صاحبة البيت وبتاخدها علشان تهتم بيها. وبتكون يونغ اتعورت في ايديها لما وقعت، وساعتها بتعيط يونغ لأنها بتحس إنها كبرت في السن وضيعت على نفسها إنها ترتبط بسبب شغلها. وتاني يوم على الفطار بتلبس نظارة علشان محدش يلاحظ إنها كانت بتعيط، ولما بتشوفها هيون بتلبس زيها علشان ما تحرجهاش. وبعد ما بتفطر بيمسكها كانج وبيسألها عن السبب اللي خلاها تمشي لأنه كان متفق معاها إنها تساعده، بس يونغ بتزعقله وبتقوله يسيب إيديها وبتمشي. وبعد كده بنلاقيها قاعدة مع صاحبها وبتشتكي له من اللي حصل، وبتقوله إنها كان نفسها تحس بمشاعر الحب وحد يهتم بيها. فبيتضايق صاحبها علشانها وبيشتم كانج، وبيقول لها إنها تدور على حد غيره من تطبيقات المواعدة أو تخرج في مواعيد مدبرة، بس هي بترفض، بس هو بيفضل يقنعها لحد ما بتوافق. وتاني يوم في الفندق بتروح للمدير بتاعها وبتسأله عن الشخص اللي كان عايزها تخرج معاه، وبتعرفه إنها موافقة، وبيكون ده سونج اللي قابلته في أول المسلسل. وبيخشوا المطعم مع بعض وبيتكلموا، بس بتتصدم لما بيقول لها سونج إذا كانت حابة فكرة الجواز، وبيقول لها إنه عاوز يتجوز البنت اللي هيرتبط بيها. وساعتها بتتوتر وبتوقع المشروبات على هدومها وبتعتذر له على اللي حصل، وبتروح الحمام وبتكون مستغربة إنه طلب منها حاجة زي كده وهما ما يعرفوش بعض إلا من نص ساعة. وبتحاول تنظف هدومها بس ما بتنضفش، وبتخرج لسونج وبينصحها إنها تنظف الفستان بطريقة معينة لما تروح. وبيخرجوا من المطعم وبيعرفها إنهم لازم يتقابلوا تاني، وبيعرض عليها إنه يوصلها لبيتها، بس هي بترفض. ولما بتكون في طريقها لبيتها بيسألها صاحبها عن اللي حصل في الموعد، بس ساعتها بتشوف سونج بعربيته وبتنبهر بشكل العربية. ولما بتوصل لبيتها بتحاول تدور على نوع العربية هي وصاحبها علشان يعرفوا هو غني ولا لأ، وبيبان إنه والدتها مش مستريحة لسونج، وبتقول لها إنه غريب لأنه اتكلم عن الجواز في أول ميعاد ليهم. بس ساعتها بيسألها صاحبها عن الوقت اللي هيتقابلوا فيه تاني، بس بيتصدم لما بيعرف إنه لسه ما كلمهاش، وبينصحها إنها ما تبعتش رسائل ليه وتستناه هو اللي يبعت لها. وبتقلق يونغ من إنها ما تكونش عجبته. وتاني يوم بنروح لسونج وبنلاقيه نايم في عربيته، وبيصحيه واحد صاحبه وبيسأله إذا كان اشترى عربية جديدة، بس بيقوله إنها عربية الشركة.
وبنشوفه بعد كده وهو شغال في مصنع للخشب، وبعد ما بيخلص بيدخل يستحمى وبيغير هدومه وبيلبس بدلة وبيروح يقابل واحد صاحبه، وبيكون معاه بنته وبياخدهم لفرح حد من صحابهم أيام الجامعة. وساعتها بيشوف صاحبه صورة تخرجهم ومعاهم واحدة اسمها جو، وبيقول لسونج إنه ما كانش مصدق إنها انفصلت عنه بالبساطة دي بعد 6 سنين ارتباط. بس ساعتها سونج بيتصدم لأنه بيلاقي جو موجودة في الفرح. وبعد كده بنلاقيهم قعدوا على نفس الترابيزة، وبتقول جو إنها هتتجوز في آخر السنة. وساعتها بيقول إيون صاحب سونج إن الكرسي اللي عمله سونج اتباع بملايين، فبينبهر بيه بقية صحابه، بس بيسكتوا لما بيلاقوا العريس والعروسة دخلوا الفرح. وبعد كده بنلاقي إن سونج واقف لوحده، وبتروح له جو وبتقوله إنه ما حاولش يتواصل معاها في الفترة اللي فاتت دي كلها أو حتى يزعق لها لأنها سابته، بس بيعرفها سونج إنه كان رافض اللي هي عملته، بس ما كانش في إيده حاجة غير إنه يشتغل ويحاول ينساها. وبعد كده بيبارك ليها على جوازها، بس هي بتسأله إذا كان في حد في حياته، فساعتها بيفتكر يونج. وبننتقل ليونج وبنلاقي إن عدى أكتر من يومين وسونج ما كلمهاش. أما إيون فبيسأل سونج عن البنت اللي قابلها وإذا كانت عجبته ولا لأ، فهو بيعرفه إنها جميلة، وبيكون إيون متحمس إنه يشوف سونج في علاقة بعد سنين، وبيسأله إذا كان حدد معاها ميعاد تاني، بس هو بيعرفه إنه كان مشغول وهيبقى يكلمها. وتاني يوم بتكون يونج في الفندق، وبنلاقيها كل شوية تبص في الموبايل بس مش بتلاقي رسائل منه. وبعد كده بيروح فريق يونج والمديرة لمطعم وبياكلوا مع بعض، وساعتها بتقول المديرة لسوك إنها سمعت إن كانج معجب بيها، بس هي بتقول لها إنها مش مهتمة بالارتباط دلوقتي، فبتنصحها المديرة إنها تديه فرصة وما تبعدش الناس من حواليها. وبتلمح على يونج، بس بنلاحظ إن يونج مش مهتمة بكلامهم وماسكة الموبايل بتاعها مستنية رسالة سونج ليها. فبتقول لها المديرة إنها عارفة إنها مستنية الشاب اللي قابلته يكلمها، فبتتغاظ يونج إنه هيون حكت لها. فبتكمل المديرة إنه أكيد مش مهتم بيها، وبتعرض عليها إنها تعرفها على واحد تاني، بس يونج بتقول لها إنها هتفكر الأول. ولما بتكون في طريقها لبيتها بتقابل سونج وبتفتكر إنه بيتهيأ لها، بس لما بتتأكد من إنه هو فعلا بتسأله إذا كان خرج في مواعيد تانية، وبتعرفه إن جالها عرض لشاب تاني، وبتسأله إذا كانت ترفض ولا لأ، بس هو بيقول لها إن ده قرارها مش قراره، وبيعرفها إنه هيكلمها لما يخلص شغله. فبتفرح يونج، وتاني يوم بتصور له الفستان وبتقول له إن البقعة اتشالت، وبتكون متحمسة إنها تكلمه، بس بتزعل لما بتلاقيه مردش عليها. وبعد كده بتلاقي رسالة من واحد اسمه شين، وبيعرفها إن مديرتها كلمته عليها وإنه عاوز يقابلها. وساعتها بتروح تفتح رسائل سونج وبتلاقيه مردش عليها، فبتقرر إنها ترد على شين وبتوافق إنهم يتقابلوا. وبتلبس يونج نفس الفستان وبتروح للكافيه اللي هتتقابل فيه مع شين. وقبل ما تدخل بتلاقي إن سونج رد عليها وبيعرفها إنه عاوز يقابلها بالليل، وبيكون عاوز يعتذر لها إنه تأخر عليها بسبب الشغل، بس بيلاقيها بتعرفه إنها مش فاضية وهتبقى تكلمه بعدين. وبتخش للكافيه وبتكون فاكرة إن شين شكله وحش زي ما المديرة قالت لها، بس اللي بيصبرها إنها عارفة إن شخص غني وشغال في شركة كبيرة. وبتلاقي إنه تأخر عليها، بس بتتصدم لما بتلاقي واحد بيعرفها بنفسه إنه هو شين. وساعتها بتنبهر بشكله وبتحاول تحسن من شكلها، وبتقوله إنه شبه الممثلين. ولما بيتكلموا بتلاحظ يونج إنهم مش متوافقين وإنه شخص مش لطيف، وبيعرضها في أي حاجة بتقولها، وبيقول لها إنه عارف إنها جت علشان سمعت إنه غني، بس هو مش هيدفع لها أي فلوس وتعتمد على نفسها. فبتتضايق يونج من كلامه وبتحس إنه مجبور على الميعاد ده، وبتقوله إنها مش مهتمة بفلوسه وهتدفع الحساب وهتمشي. وفي اللحظة دي بيبتسم شين وبينادي العامل وبيطلب منه أكل وسط استغراب يونج، وبتدفع الحساب. ولما كانت هتمشي بتلاقي إن سونج دخل المكان وبتتخض وبتخبي نفسها. فبيسألها شين عن الشخص ده، بس بتتعصب عليه وبتعلي صوتها، فبيسمعها سونج وبيروح يطمن عليها. فبتتردد يونج لما بتشوفه، بس بتلاقي إن شين بيقوله إنه ابن عمها. وبتخرج يونج من الكافيه وهي محرجة من اللي حصل، وبتكون متأكدة إن سونج ما صدقش كلامهم. وبتلاقي إن شين جاي وراها وبيعرض عليها إنه يعزمها على حاجة وهو اللي هيدفع المرة دي. فبتفكر شوية وبعدين بتوافق، وبيروحوا المطعم وبتطلب أكل لأنها كانت جعانة. ولما كانت بتاكل عينيها بتيجي على شين وبتسرح في شكله. وفي آخر اليوم بنلاقي إن سونج لسه موجود في الكافيه، وبيكون متأكد إنها كانت في ميعاد مدبر، وبيندم إنه ما قالهاش إنها ما تقبلش الشاب ده.
أما يونغ فبنلاقيها لسه قاعدة مع شين، وبنعرف إنهم طول الفترة دي كانوا بيتكلموا وقربوا من بعض، وبيقوم علشان يدفع الحساب وبياخد يونغ بعد كده وبيوديها الملاهي، وبيفضلوا يلعبوا لحد ما بتدوخ يونغ وبتنام على الأرض. فبيبصلها شين وبيبان إنه أعجب بيها وبشخصيتها، وبينام جنبها وبيفضل يبصلها. وتاني يوم في الشغل لما بتوصل يونغ لشغلها بتلاقي إن المديرة بتناديها وبتسألها عن اللي حصل بينهم، فبتقولها يونغ إن شين شخص كويس وما بترضاش تقولها على باقي التفاصيل، لأننا بنعرف إن علاقتها هي والمديرة مش أحسن حاجة. أما شين فبيفتكر آخر موقف حصل بينهم، وبنعرف إن يونغ قالت له إنها عارفة إنه مش معجب بيها وإنه بيتسلى، وبتنصحه إنه يدور على حد بيحبه. وبتمشي وبنروح ليونغ وبنلاقيهم فرحانين في الفندق بنجاح وصفة هم عملوها، وبتروح هي وفريقها يحتفلوا بعد كده في مطعم، وبيكون معاهم الطباخة. وساعتها بتحكي لها يونغ على اللي حصل وإنها خرجت في مواعيد مدبرة، وبتقولها إنها لو تعرف شاب كويس تعرفها عليه. ولما بتسيبها بنلاقي إنها بتعدي من جنب عربية سونج، وكمان بتعدي جنب مطعم، وبنكتشف إن شين شغال فيه على الرغم إنه قالها إنه شغال في شركة كبيرة، بس مش بتشوفه وبيلفت انتباهها فستان، وبتخش المحل علشان تجربه. وساعتها بتلاحظ إن في رسائل كتيرة بتتبعت لها على الموبايل، ولما بتفتح الموبايل بتتصدم لما بتلاقي شباب كتيرة بتطلب إنها تخرج معاها في موعد، وبتكون يونغ مصدومة من اللي بيحصل. بس ساعتها بتفتكر لما كانت مش في وعيها وبعتت لكل أصحابها إنها عاوزة تتعرف على شاب لأنها حاسة بالوحدة، وبتتكسف من اللي هي عملته، بس بتقرر إنها تستغل الفرصة وبتشتري فساتين كتير، وبتقرر إنها تقابلهم وبتحدد يوم لكل واحد فيهم. ولما بتشوف صاحبتها الجدول اللي هي عملته بتتصدم من كمية المواعيد، بس بتقولها إنها هتساعدها، وبتقولها إنها تقدر تمشي وهي هتغطي مكانها، وبتتفق مع سوك إنهم يساعدوها. وبيعدي الأيام اللي بعد كده ويونغ بتقابل كل واحد فيهم، وبتحكي إنها اكتشفت إن الرجالة مختلفة عن بعض ومفيش واحد من اللي قابلته كان شبه التاني. وبتفتكر معادها مع واحد اسمه يون، وده مدرس مشهور، وبتحس يونغ معاه إنها في محاضرة. أما جون فبيكون شخص رياضي بس بيحب الأكل، وبتتصدم لما لقيته بياخدها علشان يجربوا كل المطاعم. أما جوانغ فبيكون مغني بس شخصيته غريبة لدرجة إن يونغ بتحاول تهرب منه، بس بتيجي والدتها وبتنقذها، وبتحكي إن كل الأشخاص اللي قابلتهم ولا واحد فيهم كان شبهها، وبتحاول تهرب منهم حتى في أحلامها. وتاني يوم بتلاقي رسائل منهم بس بتتجاهلها وبتروح لشغلها لأنها اتأخرت عليه. أما سونغ فبنلاقيه كان بيحلم بيها، ولما بيفوق بيكون زعلان إنها ما كلمتوش زي ما قالت له. وفي الشغل بتحكي يونغ لصاحبتها عن الشباب اللي قابلتهم، فبتنصحها صاحبتها إنها تتشجع وترفضهم علشان يقدروا يدوروا على حد مناسب ليهم. وبنعرف إن يونغ بيروح في وقت فراغه مكان للحيوانات لأنه بيحبها، وبيديله صاحب المكان كلب علشان يوصله لناس هيتبنوه، بس لما بيروح لهم بيلاقيهم بيغيروا رأيهم لما بيشوفوا الكلب. فساعتها سونغ بيتخانق معاهم علشان أذوا مشاعر الحيوان، وبيروحوا القسم وبنلاقي مدير البطلة وهو رايح له وبياخده وبيهون عليه. وساعتها بتجيله رسالة من يونغ بخصوص الشغل، بس بيلاحظ إن سونغ مشغول بالموبايل، ولما بيسأله عن السبب بيقوله إنه بيستنيها تكلمه، فبيزعل علشانه وبيحاول ينصحه إنه يشوف حد تاني. بس سونغ بيكون متمسك بيها على الرغم إنه عارف إنها قابلت حد غيره، فبيقرر المدير إنه يرتب له ميعاد معاها تاني، وبينصحه إنه يقابلها في الفندق اللي شغالة فيه. وفي الفندق عند يونغ بنلاقيهم محتارين بين شركتين للخشب والأثاث علشان معرض هيعملوه، وبتنبهر يونغ بشركة اسمها هوم، بس المديرة بتكون عاوزة الشركة التانية، وبيقرروا إنهم يبعتوا لهم الاتنين ويختاروا بينهم. وبتاخد سوك المهمة دي وبتكلم الشركة، وساعتها بنلاقي صاحب سونغ هو اللي بيرد عليها، وبتقوله عن عرض الفندق بتاعهم، وبتبعت له إيميل. وبعد كده بتروح سوك تقابل كانج، وبتعتذر له إنها مش هتقدر تبقى معاه بسبب إنها مش عاوزة تجرح يونغ، وكمان بسبب شغلها، وبتمشي. وتاني يوم عند سونغ بنلاقيه بيشوف الإيميل، فساعتها بيقول له صاحبه إنه هيرفض العرض ده لأنهم ما عندهمش وقت، بس سونغ بيقول له إنه عنده حق بس لازم يقبلوا العرض، وبيستغرب صاحبه من كلامه. وساعتها بيقوم سونغ وبيروح لها الفندق بس مش بيلاقيها، وبتكون يونغ في الوقت ده بتكلم واحد وبتتفق إنها تقابله. ولما بيتقابلوا بنعرف إنه شخص غني بس سطحي، وبيفضل يسألها أسئلة محرجة، فبتتضايق منه يونغ. وتاني يوم بتقابل يونغ الشركة التانية بتاعة الخشب، وبيوروهم التصميمات بتاعتهم. وبعد ما بيمشوا
بتسأل يونج المساعدة عن شركة هوم، بس بتقولها إنهم رفضوهم. فبتستغرب يونج، وبنعرف إن المديرة هي اللي قالت للمساعدة تقول كده لأنها كانت عاوزة الشركة التانية. أما سونج فبنلاقيه شغال على عرض الفندق، وبينبهر صاحبه من التصميم اللي عمله، بس ساعتها بيقوله وهو زعلان إن الفندق لغى العرض. فبيتضايق سونج، بس صاحبه بيزعل عليه أكتر لأنه سهر على المشروع ده أيام كتير. أما يونج فبيرن عليها آخر شخص قابلته، وبيعرفها إنه مستنيها. فلما بتروح له المطعم بيقول لها إنه عاوز يتعرف عليها أكتر، وساعتها بيجي العامل. ولما بتشوفه يونج بتتصدم لأنه بيبقى شين اللي قال لها إنه شغال في شركة كبيرة، ولما بتروح له بيقول لها إنه شغال هنا وبيسيبها. فبترجع للراجل اللي معاه وبتطلب منه إنهم يمشوا من المطعم ده، بس هو بيقول لها إنه هيروح الحمام. وساعتها شين بيسمع وهو بيتكلم عليها، وبيكون ناوي ينتقم منها لأنها رفضته. فبيتعصب وبيروح ياخد يونج علشان تمشي، بس ساعتها بيمسكوا الراجل اللي كان معاها وبيتخانقوا. فبتتضايق يونج من اللي بيحصل وبتمشي، بس شين بيروح وراها وبيكون خايف عليها. ولما بتهدى ساعتها بيقول لها إنه ممثل وراح الميعاد معاها بسبب إن في حد طلب منه كده، وبيعتذر ليها وبيمشي. وساعتها بيكلمها صاحبها، ولما بيلاحظ إنها تعبانة بيروح لها وبينصحها إنها ترتاح شوية، وبتقرر إنها تاخد بنصيحته. وتاني يوم بتروح الصالون هي وصحابها. أما في الفندق بيجي يوم المعرض اللي هيعملوه، بس بتتصدم يونج لما بتشوف الأخبار، وبنعرف إن التصميم اللي الشركة عملته سارقينه من حد تاني. وبيعملوا اجتماع، فبيسأل واحد عن الشركة التانية اللي اسمها هوم، بس بتقول لهم يونج إنهم موافقوش على العرض بتاعهم، وبتعرفهم إنها هتحاول تتواصل معاهم تاني. وساعتها بتحس سوك بالندم، بس المديرة ما بتهتمش بيها. فبتقرر إنها تحكي ليونج على اللي حصل. فبتتصدم يونج وبترن على الشركة، بس صاحب سونج بيحرجها وبيعرفها إنه شاف الأخبار، وعلشان يهرب منها بيقول لها إنه مسافر بلد تانية وبيقفل. فبتروح يونج مكان الشركة، بس مش بتلاقيهم. فساعتها بتقرر إنها تروح لهم المكان اللي هم فيه، وفي نفس الوقت بيكون شين في المسرح، وبنعرف إنه كان مستني يونج تحضر لأنه عزمها، بس بيزعل لما مش بيلاقيها. أما يونج لما بتوصل للمكان اللي هم فيه بترن على رقمهم مش بيردوا. فبتروح الخيمة بتاعتهم وبتفتحها، وساعتها بتقع على واحد وبتتصدم إن ده سونج واللي بيكون صاحب الشركة. وساعتها بيجي صاحبه وبنته وبيشوفوهم، وبتتكسف يونج من الوضع اللي هي كانت فيه. وبعد كده بتعرف ان سونج وصاحبه الاتنين صحاب الشركة، فبتعتذر لهم انهم سرقوا تصميمهم، بس بتقول لهم ان الفندق ما كانش يعرف. وساعتها بنعرف انها عرفت مكانهم من واحد كان داخل شركتهم، وبتكون عاوزة تعرض عليهم انهم يرجعوا يشتغلوا معاهم، بس بتبقى مكسوفة. فبتقرر انها تأجل الموضوع، وبتديلهم هدايا علشان تلطف الدنيا بينهم. وبتقرب من البنت الصغيرة وبيفضلوا يلعبوا وبيقضوا اليوم مع بعض. أما عن هيون صاحبة يونج بنلاقيها بتبعت لواحد علشان تشتري منه قصص، وبتتفق معاه إنهم يتقابلوا. ولما بيتقابلوا بنكتشف إنه صاحب يونج، بس ما بيكونوش عارفين بعض. فبتتحداه هيون إنها لو كسبته في اللعب هينزل لها سعر الكتب. ولما بيلعبوا مع بعض بتنبهر بيه، وبيبان إنها حبته، وبيفضلوا يلعبوا ويتبسطوا بوقتهم، وبتكسب هيون في الآخر. وبنروح ليونج اللي بتكون مع سونج، وساعتها بيقول لها إنه حبها من أول مرة شافها، وعلشان كده قال لها إنه عاوز يتجوز. فبتتكسف يونج وبتقول له إنها حست إنه مش مهتم بيها لما قالت له إنها هتقابل واحد تاني. فساعتها بيقول لها إنه مش قادر يبطل تفكير فيها، بس يونج بتكون فاكرة إنه مش بيحبها، وده كله مجرد وهم علشان ما ردتش عليه. بس يونج بيكون مبسوط بوجودها. ولما بيخش خيمته بيلاقي ورق يونج، وساعتها بيعرف إنها جات علشان الشغل مش علشانه، فبيتضايق منها. بس في نفس الوقت بنلاقي إن يونج غيرت رأيها ومش بتكون عاوزة تقول لهم على العرض، بس بيقنعها مديرها إنها تقول لهم. فبتوافق وبتقول إنها هتعمل كده لأنها جات علشان العرض. وبنلاقي إن سونج سمعها. أما شين فبنعرف إنه اتطرد من المطعم بعد اللي حصل، وبيروح يستنى يونج عند الفندق. فبيشوفوا مديرها وبيخرج له وبيديله مشروب. وبعد كده بيمشي شين، بس بيلاقي مطعم تاني طالب موظفين، فبيدخل علشان يقدم فيه. بس ساعتها بتناديه ممثلة بيبان إنها أكبر منه في السن، بس شين مش بيهتم بيها ومش بنعرف إيه العلاقة بينهم. أما عند سونج فبنعرف إنه غير رأيه بعد ما كان عاوز يونج تبات معاهم، وقرر
إنها تمشي ومرضيش إنه يوصلها للباص، فبتستغرب يونج من طريقته، فساعتها بيسألها عن سبب وجودها معاهم وبيعرفها إنه عارف إنها جت علشان العرض، فبتحاول يونج إنها تبرر له، بس هو بيجرحها بكلامه ومش بيهتم بيها، فبتزعل وبتمشي وبتلاقي إن الموبايل بتاعها فصل ومش هتعرف تطلب عربية، والجو ساعتها بيمطر وبتعرف إن مفيش باصات هتعدي تاني. أما سونج فبيكون متضايق منها بس بيفضل يفكر فيها، ولما بيلاقي المطرة بيرن عليها بس ما بتردش، فبيقرر إنه يروح يدور عليها، ويونج ساعتها بتكون سقعانة وخايفة لأنها لوحدها في وقت زي ده، بس سونج بيكون قلقان عليها وبيفضل ينادي باسمها لحد ما بيلاقيها، وساعتها بتتصدم يونج لما بتشوفه لأنه جه علشانها تحت المطر، فبتشكره وهي مبسوطة. ولما بيقف المطر بيخشوا مكان يباتوا فيه، وتاني يوم لما بيصحوا بيلاقوا ناس كتير حواليهم بس بيجيبوا لهم أكل، وساعتها سونج بيشوف الراجل اللي قبله ساعة ما كان بيدور على يونج وبيقول له إنه كان قلقان عليها وبيسأله إذا كان ده حبيبها، فبتتكسف يونج بس سونج بيرد وبيقول إنهم معارف مش أكتر، فبتزعل من رده، وبعد كده بياخدها سونج علشان يوصلها للقطر، بس لما بتركب بيقرر إنه يروح معاها، فبتتبسط يونج وبينام سونج في الطريق على كتفها. ولما بتوصل لبيتها بتسألها والدتها على الجاكيت اللي هي لابساه، بس بتغير يونج الموضوع لأننا بنعرف إنه بتاع سونج، وبتعتذر لها إنها معرفتش تتواصل معاها لأنها كانت في شغل. وتاني يوم في الفندق بنلاقيها إنها بدأت تدور على شركات تانية، وقالت لمديرها إنها ما قدرتش تقنع شركة هوم، وبتكون سوك زعلانة لأنها السبب في كل ده. وبعدها بشوية بتلاقي يونج إن سونج بيقول لها تقابله في المطعم اللي جنب الفندق، ولما بتروح هناك بتعرف من صاحب المكان إنه عين شخص جديد، ولما بتشوفه بتلاقيه شين، واللي بيعرفها إنه كان محتاج للشغل بعد ما اتطرد من المطعم التاني، فبتعتذر له إنها معرفتش تحضر المسرحية بتاعته، فبيبين إنه ما كانش مستنيها، وبيقول لها إن في مسرحيات غيرها كتير ولازم تحضر. وساعتها بيخش سونج وبيتضايق من وجود شين، وعلشان يضايقه أكتر بيقول ليونج إنه مبسوط إنه قضى معاها ليلة امبارح وفضل يفكر فيها طول اليوم. وهنا بيخلص الجزء التاني.